مشروع ريفرز مناسب لمين من الفئات اللي ممكن تسكن فيه؟ لو عايز تعيش في مكان هادي وراقي طبعا ده اختيارك الاول. لو عايز وحده فيها كثافه سكانيه قليله برضو ده من ضمن اختياراتك المفضله اللي ممكن تختارها. لو بتدور على استثمار قوي قريب من المتحف المصري الكبير برضو ده اختيار موفق. لو بتحب البرايفت لايف ستايل فده بعيد عن الزحمه وبالتالي مناسب جدا ليك ولاسرتك. ريفرز مش بيبيع وحدات بس، ريفر بيبيع كوميونتي تقدر تعيش فيه وتسكن فيه وتقدر تستمتع انت واسرتك جواه. وطبعا احنا متعودين في مراجعه العقاريه ان احنا ما بنسيبش المشروع غير لما نقول لكم على اهم نقاط الضعف اللي موجوده في كل مشروع. اهم نقاط الضعف اللي ممكن الناس تشوفها نقاط ضعف ان مشروع ريفرز من تطوير مصر هو مشروع سعره عالي شويه عن المنافسين اللي حواليه او عن متوسط الاسعار في نيو زايد. البعض شايف ليه ادفع كتير في المشروع ده لما ممكن ادفع اقل في مشروع جنبه او في المحيط او كمان وحده تبقى اكبر من الوحدات اللي موجوده في ريفرز. عشان كده المشروع ده بيناسب الناس اللي بتبحث عن جوده الحياه وجوده الهدوء ويبحث عن مكان مش مزدحم، بوتيك يقدر ياخد خدماته مركزه جدا ويقدر ان هو يعيش هو واسرته في لايف ستايل برايفت وممتاز.